سيبك من أي حاجة بتعملها دلوقتي. هولندا فشخت السويد ب5-1 في هيوستن. بروبي دوبل، جاكبو دوبل، وسامرفيل ختمها. وأنا هقول لكم بعد شوية الرقم اللي خلى الهولنديين يكسروا ريكورد لبيليه نفسه. وخليني أوجعك بالرقم. هولندا بقالها 14 ماتش في كأس العالم من غير خسارة، يعني 16 سنة كاملة. كسروا ريكورد البرازيل بتاعت بيليه سنة 58 و62. آخر مرة خسروا كانت نهائي 2010 قدام إسبانيا. يا نهار. وبس استنى الجامد، أمانيا دلوقتي بتخسر من كوت ديفوار بهدف، كسيه في الدقيقة 30، وبافلوفيتش عملها واتشطبت بفاول على فوفانا. إيه ده؟ إيه ده؟ ديوماندي قاعد يلعب في دماغ كيميش. وفي خبر وجعني للبرازيل، رافينيا مصاب في عضلة الفخذ اليمين، الفحوصات أكدت هيغيب عن ماتش اسكتلند، وهيفضل مع منتخب يحاول يلحق الأدوار الجاية. أنا لسه مش مصدق إنه هيرجع زي الأول. طب تعال أقول لك حاجة تجنن. في نص مونديال توتنهام عرض 80 مليون باوند على نيوكاسل عشان ساندرو تونالي. نيوكاسل رفضت، عايزة 85. أنا شخصياً شايف دانيال ليفي جن. مين يدخل سوق الانتقالات وسط الكأس بالطريقة دي؟ ديزيربي هيدفع الثمن. وحاجة كوميدية تضحك، هاري ماجواير اللي توخل مختاروش في قائمة الإنجلند بيبيع كروت مونديال في روكافيلر سنتر في نيويورك من نجم مان يونايتد لبياع ستيكرز. حلو الكلام ده. طب وانت اللي قاعد قدام موبايل ده، أنهي خبر فيهم صدمك أكتر؟ هدف كسيه في أمانيا ولا ال16 سنة بتاعت هولندا؟ سيبها لي تحت، أنا قاعد بقرأ.